عالسلامة ومرحبا بكم شباب. اليوم جيناكم فيديو جديد، وموضوع فيديونا اليوم هو باش يكون على مستقبل حناباع المجبري. شنو رايكم شباب؟ زعما مستقبل حناباع المجبري وين باش يكون؟ اليوم باش نحكيو على واحد من اهم اللاعبين التوانسة في اوروبا، واللي قاعد يعيش في مرحلة حاسمة في مسيرته. زعما باش نشوفوه في كوبنهاجن ولا في رينجرز، ولا فما مفاجآت اخرى. خلينا نكتشفون بعضنا. تصبيح كيستي. حنباع المجبري هو لاعب المنتخب التونسي، يلعب في مركز وسط الميدان. عنده إمكانيات كبيرة برشا، معروف بروحه القتالية وتمريراته الذكية والضغط العالي. فبعد ما كان يلعب مع مانشستر يونايتد، اختار يمشي لبيرنلي باش ياخذ وقت لعب أكثر ويطور مستواه. لكن السؤال اليوم، هل حنباع المجبري مرتاح في بيرنلي؟ بصراحة الوضع مش واضح 100%. اللاعب عنده إمكانيات كبيرة، فاللاعب عنده إمكانيات أكبر من مجرد فريق يصارع في الترتيب، وهذا اللي خلى برشا أندية تراقب وضعيته. الخيار الأول للاعب فريق كوبنهاجن، وهو فريق كبير في الدنمارك، يلعب ديما على البطولة ويشارك في أوروبا. شنو ينجم يربح النباع المجبري إذا مشي لكوبنهاجن؟ حسب رأيي يربح وقت لعب أكثر ويطور مستواه في فريق منظم والمشاركة في دوري أبطال أوروبا. لكن في نفس الوقت، هل الدوري الدنماركي قوي باش يطور اللاعب كيما حنا بعد؟ هذا هو السؤال. أما بالنسبة للخيار الثاني هو فريق رينجرز، فريق كبير في اسكتلندا، عنده جمهور قوي وضغط كبير. رينجرز ينجم يكون خيار ممتاز لحنا بعد الآن، على خاطر الدوري فيه تنافس بدني قوي، والفريق يلعب على الألقاب، وعند مشاركات أوروبية متواصلة. والأهم أسلوب لعب متاع رينجرز يناسب اللاعب قتالي كيما حنا بعد. بالنسبة لي نشوف انه رينجرز ينجم يكون الخيار الافضل لحنا بعد، خاطر يناسب شخصيته في الميدان ويعطيه فرصة يبرز اكثر من مباريات كبيرة. وفي الاخر القرار يرجع لحنابال وفريقه، لكن الاكيد اللاعب هذا ما زال عنده مستقبل كبير، وان شاء الله نشوفوه في فريق في اعلى مستوى. قولوا لي في الكومنتات وين تحبوا تشوفوا حنابال، كوبنهاجن، رينجرز ولا فريق اخر. وما تنساوش لايك واشتراك في القناة باش توصلكم الاخبار.